في الفيديو ده هقول لكم على اهم تريك ممكن تعملوها للرز بلبن او الرز بحليب تخليه يطلع معاكم قوامه تحفه جدا وكريمي ومش هياخد معاكم على النار اكتر من 10 دقائق لربع ساعه. وطبعا واضح قد ايه قوامه كريمي وحتى لو واخد شكل جراتان كله تحفه جدا يا جماعه. جربوا الوصفه اللي هقول لكم عليها دي بالظبط وهتطلع تحفه معاكم في كل مره، وصدقوني مش هتجربوا غيرها. طبعا طعمها تحفه في كل مره. استخدمت كوبايتين من الرز المصري مغسول كويس جدا ومنقوع لمده ساعه، وضفته في الحله اللي انا هجهز فيها الرز بحليب، وضفت معاه ميه كمان، ورفعته على النار لمده 10 دقائق مع التقليب المستمر. وفي الوقت ده ابتديت اجهز الميكس اللي هيدي للرز بحليب بتاعي القوام الكريمي التحفه. ضفت ظرف من الدريم ويب او الكريم شانتيه مع 3 معالق من النشا ونص كوبايه من الميه. طبعا شوفوا قوام كريمي ازاي. بعد كده ابتديت ان انا اضيف على الرز بلبن بتاعي المطيبات او الحاجات اللي هتدي له الطعم. ضفت كوبايه وربع من السكر وكيلو من الحليب، تقدروا تضيفوا لغايه كيلو وربع. وابتديت ان انا اقلبهم كويس جدا، وطبعا ضفت ظرفين من الفانيليا. وبعد كده ابتديت ان انا اضيف جزء بس من الخليط اللي انا مجهزاه بتاع الكريم شانتيه وبتاع النشا. هقول لكم بعد كده هنستخدمه في ايه، وطبعا اختياري تقدروا تضيفوا قشطه. وطبعا يا جماعه مش عايزه اقول لكم قد ايه قوامه كريمي حتى من وهو بيتصب، طعمه تحفه جدا. وطبعا اذا حابين تضيفوا حليب مكثف محلى او حتى حليب باودر، كل دي حاجات بتعزز الطعم بتاعه وبتخلي طعمه احلى. وطبعا هنا واخد طبقه الوش المكرمش بتاع المحلات اللي بنحب نشتريه من بره. طبعا عايزه اقول لكم ان انا ما غطيتوش ولا اي حاجه، وبس مجرد ان انتوا بتظبطوا المكونات بتاعتكم بيطلع تحفه. وهنا دي الاطباق اللي انا كنت حابه ادخلها في الفرن تاخد وش جراتان. ضفت عليها بقيه الميكس بتاع الكريم شانتيه والنشا ودخلتها تحت الشوايه لمده 3 دقائق. طبعا تحت الشوايه بس ما بنشغلش عليه الفرن من تحت. وشوفوا قد ايه طعمه كريمي، قصدي شكله كريمي وقوامه تحفه جدا، وكان طعمه خطير. جربوه وقولوا لي ايه رايكم.